الجيش الجزائري يعلن الحرب. سلام الله عليكم. نعم، الجيش الجزائري يعني والقيادة والشنقريحة والرئيس المعين تبون وكل من معهم أعلنوا الحرب. وهنا لابد قبل ما نتكلم على الموضوع بطبيعة الحال اللي هو موضوع جدي جدا وموضوع خطير، لأن الجزائر يعني أعلنت حرب باسم حتى إذا كان النظام الجزائري، ولكنها حرب معلنة. فلا بد أنني أعتذر، لأنني قلت بأن الجيش الجزائري عاجز على خوض معارك. هذه كنت قلتها منذ أيام. الحقيقة أن الجيش الجزائري اليوم دخل رسميا في حرب، ولكن مع من الحرب هذه بطبيعة الحال دائما في حرب لابد عندك أمامك، هل هي إسرائيل، هل هي يعني المملكة المغربية، هل هي إسبانيا. مع من دخل النظام الجزائري في حرب يا سيدي؟ النظام الجزائري دخل في حرب مع امرأة. هذه هي قامت الدنيا، صارت اليوم في الجزائر الجديدة تقوم الدنيا ولا تقعد على إنسانة سيدة مواطنة فرنسية صارت موضوع الساعة، وصارت تقطع العلاقات بسببها، وصارت يعني الجيش والنظام، لأنه في العلاقات الجزائرية الفرنسية تعرفوا بأنه ماهوش الرئيس المعين تبون اللي يقرر. رئيس المعين تبون يعني بالعبارة الشعبية عشاليلته ما يقدرش يقرر فيه، فما بالك أنه يقرر في قضية يعني مصيرية مثل هذه. يعني أننا اليوم صار موضوع جيش جزائري ب 23 مليار دولار، ميزانية تاع 23 مليار دولار. هو مواطنة فرنسية معزولة هربت من الجزائر، يعني لمجرد أنها خرجت من الجزائر بعيدا عن هذا الإنسان. يعني نشوفوا أولا، يعني نسمعكم به تشوفوا الحجم تاع الكارثة اللي وصلنا ليها في الجزائر، وتشوفوا منهم يعني اللي النظام الجزائري يعمل عليهم قضية دولة ويصيروا حديث الساعة. نسمعوا هذه السيدة وش قالت اليوم، نسمعوا بعد نفهمكم لماذا القضية أخطر حتى مما حدث. هيا نسمعوا. J'ai traversé tout simplement les frontières. En voiture? Et en voiture. Personne ne m'a aidé. سألها قال لها يعني كي وصلتي لهذه الدرجة أنك تخرجي بطريقة غير شرعية من الجزائر، ما يهمناش الموضوع فيه يعني اللي كان يتكلم فيه، لكن قالت هي بعظمة لسانها قالت لك خرجت من الجزائر من المعبر الحدودي، يعني في بين الجزائر، معبر حدودي بين الجزائر وتونس، وخرجت في السيارة. يعني اولا هذه الانسانه اللي كان من المفروض انها تقول باللي خرجت بطريقه غير شرعيه عبر الجبال ولا عبر مثل هذا، حتى ما تورطش من ساعدوها على الخروج من الجزائر. لكن هذه تبين لك يعني انها انسانه لا علاقه بالموضوع، انسانه اصلا ما هيش في وضعيه نفسيه عاديه حتى قبل ما تخرج من الجزائر. صرنا اليوم لابد، وربي يعاون على كل انسان، صرنا لابد اننا نتكلموا على ناس من المفروض ما يصيروش قضيه دوله. اني قلت لك لو كان انا كنت نشوف في الخبر يقول لك مساعدوها ومخابرات اجنبيه وغير ذلك، انسان يساعدوه المخابرات الاجنبيه يخرج بهذا الغباء، يقول لك بانني خرجت وفي السياره، يعني انه يفضح الناس اللي تواطؤوا معاه حتى يخرج من الحدود البريه. انا مثلا لو كنت يعني في المكان نقول بانني خرجت، هربت عبر الجبال، هربوني مهربين، امر مثل هذا، حتى الانسان ما يورطش من قاموا بتهريبه. يعني هذه تعطيلك بانه انسانه هربت من الجزائر وفقط بالغباء بطبيعه الحال تاع المخابرات الجزائريه وغير ذلك قدرت تخرج. هذه هي القضيه. لكن اللي يقول لك بانه مخابرات وغير، لا مخابرات ولا شيء. النظام الجزائري الغباء والحماقه تاع من يحكمون، هذه هي القضيه وما فيها. لانه ايضا هذه مواطنه فرنسيه، فرنسا تساعد الناس المواطنين الفرنسيين. هذه في جواز السفر، الناس الفرنسيين عندهم في جواز سفرهم، يعني يقول لهم بانه السلطات يعني القنصليه تاع بلدهم تاع فرنسا
تحميهم لما يكونوا في الخارج. هي هربت لتونس، جات تخرج يعني قبضوا عليها التونسيين، بعد استنجدت بفرنسا. بطبيعة الحال لا الجزائر ولا في تونس تقدر ترد على فرنسا، خرجوها بشكل عادي. وزيد في فرنسا تم، في تونس تم إقالة، لأنه القضية يعني واحد الكارثة يعني دخلنا فيها هذا النظام. شوفوا أيضا في تونس قيس سعيد، يعني لأنه هما قالوا بأنه النظام الجزائري قال لك باللي هربوها، رغم أنه هي خرجت لتونس. القضية هذه تونس هي المعنية بها، مواطنة دخلت بطريقة غير شرعية، السلطات الفرنسية جابتها. شوفوا شكون قرر بأنه يرسل هذه المواطنة الفرنسية إلى فرنسا ويسمح لها بالدخول. ترحيل الناشطة الجزائرية إلى فرنسا تم بعد موافقة قيس سعيد شخصيا. قيس سعيد himself. ونقرأ لكم من لو فيغارو اللي نقلت عن لو موند. Selon le quotidien Le Monde, elle a été accueillie quelques heures à l'ambassade de France avant d'obtenir du président tunisien Kais Saïd l'autorisation de rejoindre la France. يعني قيس سعيد شخصيا هو من رخص بذلك، لأنه فرنسا قالت له عنده مواطنة، تعطينا المواطنة وتقفل فمك. هذا أمر عادي جدا. فرنسا دولة عظمى، تونس دولة صغرى، كما احنا كما تونس، يعني بما نتفلسفوا وما نزيدوا ما نقصوا. وقيس سعيد كان ذكي جدا في التعامل مع الوضع. يعني فرنسا عطى لهم الناشطة لأنه ما يقدرش يقول لا لفرنسا، والجزائر أقل وزير الخارجية التونسي في القضية، رغم أنه هو اللي أعطى قيس سعيد الجرندي. إنسان ما عنده لا هيبة لا عنده سلطة باه يتخذ قرار مثل هذا. يعني أنه القرار تاع خروج الناشطة هذه جاء من قيس سعيد himself. قيس سعيد شخصيا اتخذ هذا القرار. هذه با واحد ما يتفلسف، لأنه النظام الجزائري بدا يتفلسف. وانتوما أنا لما سمعت قلت بأنه الجزائر تستدعي سفير الجزائر في فرنسا. يا خويا أنا فرحت، أنا قلت بلاك هذا هو جرد على قضية أنه مسؤولين فرنسيين أكدوا بأنه النظام الجزائري زور هوية الجماجم اللي وصلت في 2020، وهي رغم أنها جماجم تاع قطاع طرق وناس كانوا في الجيش الفرنسي ولصوص، النظام الجزائري قال لك بأنها تاع يعني مقاومين وفضحوهم مسؤولين فرنسيين. أنا قلت بأنه النظام الجزائري جاي رد، يقول لك حنا نتوما تزوروا في الحقيقة وتكذبوا علينا، نستدعيو سفيرنا. أو أنهم ردوا، أو أنه استدعاء السفير كان بعد الكلام الخطير تاع إيمانويل ماكرون منذ أيام على تاريخ الجزائر. يعني واش قال لك لو سول باردون كوليكتيف، أنا تكلمت لكم عليها من قبل، كو جي دوموندي سي اواركي، الاعتدال الجماعي الوحيد الذي قدمته هو للحركة، ولن أعتذر للجزائر وللجزائريين على جرائم الاستعمار. يعني قال لك نعتذر للحركة، بصح الجزائريين غير ما تحلموش باعتذار. أنا قلت هذا هو السبب. لا 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 لا, لا. النظام الجزائري ما يهموش سب التاريخ تاع الجزائر. ماكرون قال لم تكن موجودة أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، امسح الأرض بتاريخ الشهداء. مش مشكل بالنسبة للنظام الجزائري، سب التاريخ تاع الشهداء، سب الشهداء، سب ما شئت، تعدى على السيادة الجزائرية، بصح برك ما تروحش تسترجع مواطنة فرنسية. درك واحد يقول لك، البعض بعد بعثوا لي قالوا لي على ما تتكلمش على هذه وعندها جنسية فرنسية أي مواطنة فرنسية واش نتكلم أنا؟ عمركم سمعتوني نتكلم على مواطنين فرنسيين؟ ما الفرق بينها وبين درك واحد نقدر نخرج نلقاه في الشارع مواطن فرنسي؟ يعني واش دخلني فيه أنا جزائري، جنسيتي جزائرية، معارض جزائري، نتكلم عن الشأن السياسي الجزائري. ما دخلي أنا في الفرنسيين، ما دخلي في مواطنة فرنسية، وما دخل النظام الجزائري في مواطنة فرنسية. عندها الجنسية الفرنسية، بلدها اللي هو فرنسا حماها، وهذه هي البلدان التي تحترم نفسها. البلدان التي تحترم نفسها تحمي مواطنيها.